تخيل انك فاتح الكاميرا بالصدفة وفجأة تلاقي حاجة غريبة بتحصل قدام عينك، ولحسن حظنا ان الكاميرا صورت الحاجة دي. النهاردة هنشوف لحظات اتصورت بالغلط وما كانش حد يتوقعها ولا يصدقها، بس الكاميرات اللي فضحت كل حاجة. يلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. أكيد عالم فيزيائي هو اللي محمل العربية دي. تحس السمك واقف مرصوص مستني دوره. لازم كلنا نقف احترام وتقدير عشان الراجل ده وللطلاب دول كمان اللي رايحين المدارس في جو زي ده. اللي عمل النسر ده أكيد إنسان خارق. أعتقد إن الشبكة العنكبوتية أسهل بكتير من المتاهة دي. بيقول لهم الخسران هيتاكل. للوهلة الأولى هتفكر إنهم حاضنين بعض، لكن هما في معركة بقالهم ساعة، واللي هيوقع التاني على الأرض هو اللي هيفوز. اديني سبب واحد مقنع يعملوا كده. الفيديو ده بعنوان حاجات لازم تشوفها عشان تصدقها. الباب ده معمول عشان لو حد من العمالقة حب يزورهم ولا حاجة. أي سؤال هنا هيبقى مش منطقي، زي مثلا البيضة الأول ولا الكتكوت. ايه يا عم ده مين الجاحد ده؟ اللي هيعرف يعدهم هيبقى عمل المستحيل. اوعى تحكم على الكتاب من غلافه ابدا. الراجل ده هو السبب الرئيسي في أي حادثة هتحصل. هي دي غلطتي عشان ما شربتش قهوتي قبل ما اصحى. سبحان الله، الواحد بقى يشوف حاجات غريبة. أنا مش عارف إيه حكاية كاميرات المراقبة النهاردة. إحنا بقينا عايشين في عالم يخوف والله.
دي أول مرة أشوف سمكة بتولد صراحة. لما تبني البيت والفلوس تخلص وما تعرفش تصب السقف. أنا مش هقول غير اللهم صلي على النبي. الحيوان الأليف الغلط في الوقت الغلط وفي المكان الغلط. دي بقى من أغرب الحاجات اللي معانا النهاردة، وحقيقي ما عنديش تفسير لأي حاجة، فلو أنت عندك ياريت تقول لنا. واوعى تنسى تقول لنا ايه ده كمان، عشان انا دماغي عملت ايرور. سبحان الله، تديها البيضة سليمة تديها لك على الأكل. أيوة كده، لازم ينضف ويلمع عشان يرعب أكتر. البغبغان ده مزاجه عالي قوي. الله، يعني مش احنا لوحدنا اللي بنلبس في الإزازة اهو. الواحد ممكن يشوف المكان ده في حالة واحدة، في المنام. أحلام العصر بقت تتحقق يا جدعان. بيقولك لو الاتنين بيحبوا بعض فعلا بيبقوا شبه بعض مع الوقت. البغبغان ده شكله في نوبة حراسة مش عايزين نقلقه. حاجة من الاتنين، يا بيتدفوا يا مستنيين المشويات تطلع. تخيلوا كل ده وما جاش في دماغه يبص وراه مرة. شفت أفكار كتير عن الموضوع ده، بس أعتقد إن دي أكتر طريقة اعتمادية فعلا. إيه يا عم ده؟ خضتني يا كابتن. عزيزي المشاهد، مش الكوبري هو اللي منع المطرة، لا دي بداية المطرة. طب دي سحلية ولا سمكة ولا ايه الحكاية؟
لو فضلت تقنع فيا ساعة ان المشهد ده حقيقي برضه مش هصدق. ازاي يعني قرموط سمك يدخل جوه الحيطة؟ احنا هنهزر؟ ده كده ما بقاش باب أوضة، بقى باب فريزر. اوعى تفكروا سمكة وتصطادوا عشان هيلسوعك. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.